السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا رايحين نديروا عسل منزلي ورايحين نديروا معسلات رمضان اللي نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها، وعلى بالي باللي رايحين تنجحوا فيهم ويخرجوا لكم ما شاء الله. شوفوا هذه الوصفه تاع مشاريع، يعني اللي يحبوا يخدموا المشاريع في هذا رمضان حبيت ندير لكم هذه تشكيله من المعسلات بحشو واحد. يعني حشو واحد رايحين نستعملوه ماشي مكلف كامل، رايحين نخدموا به كامل هذه المعسلات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم ونروحوا لطريقه التحضير. لهنا شوفوا عندي كيلو تاع كاوكاو، انا استعملت كيلو، وباش نقول لكم برك يعني ما استعملتوش كامل، قعد لي كميه لاباس بها. يعني درت كامل هذيك المعسلات اللي شفتوها في بدايه الفيديو وقعد لي منه. لهنا درتو في الكوشه يتحمر، يعني رايحين نحمروا الكاوكاو تاعنا حتى يعطينا تحميره ومن بعد نحيوه. لهنا عندي 2 كيلو تاع السكر. رايحين نخدموا العسل المنزلي، يعني اللي رايحين يخدموا هذه المعسلات يعني كمشروع في هذا رمضان ننصحكم تخدموا العسل في الدار، يعني باش ما تشريوهاش من برا. شوفوا في 2 كيلو تاع السكر عندنا لتر وكاس تاع الماء. شوفوا رايحين نديروا كلش بارد في بارد، ومن بعد باش نحطوه فوق النار يطيب. واللون والقوام كما شفتوا في بدايه الفيديو دوك تشوفوه معايا. لهنا قلت لكم 2 كيلو تاع السكر، عندي لتر تاع الماء كما شفتوا درتها بالقرعه، يعني قصت بالقرعه ديريكت لتر. ولهنا عندي كاس، يعني كاس تاع كازوز اللي عندكم في المنزل. علاش هذيك الليتره رايحه تقعد في السكر، يعني هذيك اللي رايحه تقعد لنا في العسل ديالنا، وهذاك الكاس اللي رايح يتبخر في الطياب. لهنا خدالي واحد 45 دقيقه حتى 50 دقيقه وهو يطيب وكان واجد. لهنا ندير عليه شرائح تاع ليمون، نفضل لو كان يكون متوفر عندكم خير، الا ما كانش متوفر تاني ماشي مشكل. لهنا درت 3 براج تاع القارص كما راكم تشوفوا، وخلطت السكر مع الماء مليح ونحطوه فوق النار على نار متوسطه. قلت لكم خدالي واحد 45 دقيقه في الطياب. لهنا شعلت عليه النار، جيت للكاوكاو ديالي بعد ما تحمر، يعني عطيت له هاد التحميره برك، ما حبيتش نحمروه بزاف. كما راكم تشوفوا نخليه يبرد ونروح نرحيه. كما على بالكم المعسلات هادو يحبوا الكاوكاو ديالهم يكون يعني بقوام العجينه، يعني قد ما ترحيوه الرقيق مليح، يعني راح يعطيكم الطوع في الخدمه وراح يجيكم معسل في الاكله تاعو، يعني كي يعودوا ياكلوا فيه يجيكم معسل ويجي بنين. لهنا العسل ديالي بعد ما بدا يغلي، شوفوا وريت لكم اللون تاعو راهو ابيض دوك مع الوقت وهو يطيب. تشوفوا اللون تاعو بدا يتغير وحده وحده. لهنا جيت للكاوكاو كما قلت لكم رايحه نرحيه، مانيش راح نوري لكم نرحيوه. شوفوا الا كان الروبو ديالكم يرد لكم الكاوكاو ديالكم عجينه ماذا بكم، هذاك هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. انا الروبو ديالي ارحاه لي الرقيق كما راكم تشوفوا تقريبا بودره بصح ما تعجنليش. الروبو ديالي كما شفتوا يعني نوعيه قديمه شويه، حتى نشري روبو ان شاء الله يكون كبير ومليح. لهنا في الكيلو تاع الكاوكاو راح ندير 300 غرام تاع السكر. علاش هي الكميه صغيره؟ لخطرش هادو ما معسلات ورايحين نعسلوهم في الاخر، يعني راح نرفدوا كميه لاباس بها من العسل. على هذيك ما تكثروش السكر، الا درتو نصف الكميه يعني درتو رطل الكاوكاو نديروا 150 غرام تاع السكر، يجيكم هذاك هو الكو، يجي بنين ويجي ما شاء الله، باش ما تزيدوش في الحلاوه بزاف. قلت لكم عندي كيلو كاوكاو 300 غرام تاع السكر. لهنا رايحه نقسم هذا الكاوكاو كما راكم تشوفوا على 4 انواع، كما شفتوني درت 4 انواع. ولكن قعد لي تقدروا تقولوا نصف هذا ربع الكميه قعد لي كامل تاع كاوكاو ما استعملتوش، يعني تقدروا تقولوا استعملت ثلث برك تاع هذا الكاوكاو فهذيك الكميه اللي شفتوها كامل. لهنا رايحه نحي هذه بعد ما درت له السكر كما راكم تشوفوا، رايحه نزيد نعاود نجوزو في الروبو. علاش قلت لكم اذا تحصلتوا على عجينه وانتم ترحوا فيه ماذا بكم، هذاك القوام اللي يساعدكم في هذه المعسلات. انا الروبو ديالي ما مرحيته، يعني ما جاني رطب يعني يتعجن كامل، وشنو ما جانيش عجينه. لهنا العسل ديالي شوفوا هو يطيب كيف بدا يتغير اللون تاعو. شوفوا القارص ديالكم تاني خدا هذا اللون العسلي، لهنا تعرفوا باللي العسل ديالكم راهو طاب. لهنا دوك تشوفوا رايحه نطفي عليه راهو واجد معايا. شوفوا كي طفيت عليه شوفوا اللون تاعو راهو كلير بزاف، يقعد شويه يبرد نعاود نولي ليه تشوفوا اللون تاعو كيفاش تغير وحده. شوفوا ما درت له حتى معطر ولا ذوق ولا حتى حاجه، كيما شفتوا درت الماء والسكر والبراج تاع القارص هذا ما كان. لهنا هذيك الكميه تاع الكاوكاو اللي عاودت رحيتها في الروبو مع السكر كيما قلت لكم درت لها مغرفه صغيره تاع الزبده. ولهنا نضيف المزهر بشويه، ما نقدرش نعطيكم الكميه يعني بالضبط تاع المزهر، بقاو تضيفوه بشويه بالمغرفه باش ما يتعجن لكمش. وراكم طموا في العجينه ديالكم حتى تحصلوا على عجينه يعني تقدروا تشكلوها هذا ما كان. وكما شفتوا درت لها شويه تاع القرفه، يعني باش نكهت الكاوكاو ديالي درت له زبده شويه مزهر وشويه راس المغرف تاع القرفه هذا ما كان. انا ما ندير له حتى حاجه لهذا تاع المعسلات، وصدقوني يجي بزاف بنين.
واللي كما قلت لكم راح تستعملوا يعني المشارع يعني هذا واش يصلح، يعني ما ننصحكمش ديروا فيه مبشور الليمون، ولا استعملتوه للدار تقدروا ديروا، لا تحبوا مبشور الليمون تقدروا ديروه، ولكن للمشارع ما ننصحكمش انه ماشي يخرجكم. لهنايا طميت العجينه ديالي تاع الكاوكاو كما شفتوا يعني تاع الحشو. ولهنا جيت ندير المحنشه، رايحه نبدا بالمحنشه كما شفتوها في بدايه الفيديو. لهنا عندي ديول تاع يعني تاع الحوانت برا، الا عندكم تاع المنزل ثاني كيجيو ملاح، ولكن انا نفضل هادو لانه هادو ما في الاستعمال تاعهم كي تعودوا تشكلوا فيهم وتدوروا في المحنشه ديالكم يعني ما يتقطعوش معكم، ما يتكسروش. بصح تاع المنزل يعني ما شويه صعب. لهنا شوفوا رايحه نستعمل الزيت، لا زبده لا دهن لا والو، قلت لكم رايحه نستعمل كلش بالزيت، مع راهو بارد الحال يساعدكم غير الزيت. وتانيك باش تكون الوصفه شويه اقتصاديه، قلت لكم من اصحاب المشاريع. لهنا دهنت نص ورقه كما شفتوا، الورقات نقسموهم كامل على زوج. دهنت الورقه تاعي بالزيت مليح كما شفتوا، وندير كميه تاع الحشو. الحشو ما نقدرش نقول لكم شحال، ديروا شويه برك وبسطوا كيما هكذا، خليو الاطراف منه من شويه فارغين كما شفتوا باش نقدروا ندوروا الحربوش تاعنا، وبلاطيوه تانيك باش كيدور ما يتقطعش معاكم. هذا مكان، والطريقه راهي واضحه امامكم نورمالمون، راهو الفيديو يعبر على نفسه. علاش قلت لكم الديول تاع البرا خير يساعدوكم في هذه المرحله كي تعودوا تروليو كيما هكذا، يعني ما يتقطعوش معاكم، دوروهم كيما تحبوا. شوفوا ما يتقطعوش. لهنا استعنت بالكيودون، قسمت الوحده على زوج وغلقت في الطرف كامل. كيما تقدروا تغلقوا بخليط من الماء والفارينه، يعني ديروا مغرفه تاع فارينه، مغرفه ولا زوج تاع الماء، تخلطوهم مع بعض يجي القوام شويه ثقيل وتلصقوا بهم عادي. لهنا شوفوا نشكل كيما هكذايا، الشكل حربوش رقيق، ما تكثروش بزاف الحشو. نقدر نقول لكم يجيكم من 10 غرام حتى 15 غرام، وبزاف انا نفضل ديروا 10 غرام، لانه هادوما دي ميني، يعني ميني محنشه، ميني سيجار، ميني سامسه، كلش صغير. يعني هادوما كما قلت لكم وصفه تاع مشاريع، ولا تاني كي ديروهم للدار يجوا بزاف شابين، يجوا بزاف كيوت. وتانيك اللي ياكل حبه يكملها، يعني ما تقاموش ويخلي النص تاعها غير خساره هكذاك. كيما على بالكم هادوما لي ميني راهم يمشوا بزاف بزاف، سورتو تانيك في المشاريع. لهنا بنفس الطريقه كيما راكم تشوفوا ندهن الورقه ديالي نص ورقه كيما راكم تشوفوا بالزيت، وندير الحربوش تاع الكاوكاو ونغلق كيما راكم تشوفوا حتى نكمل الكميه كامل تاعي تاع المحنشه. شوفوا لهنا المحنشه درت كميه لا باس بها، يعني كملت كامل الربطه تاع الديول ديالي. كي لحقت للصامصه درتها، دوك نقول لكم الصامصه والسيجار وهذيك على شكل بقلاوه تركيه اللي درتهم تانيك مع هذه، درتهم كامل بلا بات فيلو، يعني غير المحنشه اللي درتها بالديول. دوك نقول لكم على لا بات فيلو لازم كي تشري اتاكدوا منها باللي جديده، يعني ما تكونش كونجلي. انا شريتها وليدي ما عرفش للاسف كانت كونجلي ومن بعد دابت، يعني كي استعملتها هبلتني ولا تتقطع غير وحده، يعني ما ننصحكمش بها. سورتو الا كنتو رايحين تخدموا للمشاريع شريو لاباط فيلو، تاكدوا من مولاها باللي جديده ما تكونجلاتش كامل، يعني ماذا بكم باش تصلح لكم لهاد الخدمه. انا شويه هبلتني، دوك تشوفوها معايا في نهايه لا فيديو تتقطع غير وحدها، ولات يعني تتفتت بالسيف باش خرجت منها هاد الكميه اللي شفتوها معايا في لا فيديو. نكمل المحنشه ديالي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. حبيت ندير معكم شحال من وحده يعني باش تشوفوا مليح، واللي ما تعرفش يعني تتعلم مليح تشوف كيفاش ترولي المحنشه. يعني شوفوا لهنايا ابسطوها، بلاطيوها مليح قد ما تبلاطيوها تساعدكم باش ما تقطعش معكم كي تروليوها. ومن بعد كي تروليوها كامل تحبوا تعاودوا ترجعوها، يعني شغل يولي الشكل تاعها شباب، تعبزوها بيدكم برك تولي بومبي، يعني تولي الشكل تاعها تحكمي فيه كيما تحبي. شنو في الاول بسطيها برك كيما هكذاك، هذاك الحشو بسطيه مليح باش تدور معاك بكل سهوله. شوفوا شحال يجي الشكل تاعها شباب. لهنا نكمل المحنشه ديالي كيما قلت لكم كامل بهذه الطريقه. هاي ليك دوك نوري لكم لهنا العسل ديالي بعد ما بردت كامل، يعني بردت مليح، تقدروا تقولوا من بعد ما طيبتها لهنا واحد 3 سوايع ولا 4. شوفوا القوام ديالها كيما تاع المحلات، والشكل يعني اللون تاعها عفوا تاني كيما راكم تشوفوا يشهي. لهنا جيت لاباط فيلو كيما قلت لكم، شوفوا نفتحها قدامكم. لهنا قلت لكم هبلتني شويه تتقطع، نتوما برك كي تشريوها تاكدوا ما تكونش كونجلي وخلاص. الحشو كيما قلت لكم انا قسمته على 4، نفس الحشو ديروا له مغرفه زبده كيما هذا اللي يجي يعني على شكل عجينه، ديروا له مغرفه زبده قرصه تاع القرفه وطموه بالمزهر. هذا ما كان في الاخر، يعني الشكل الاخر كامل اللي درته ما نديروا له لا زبده لا حتى حاجه، شويه قرفه برك، وماناش رايحين نرشوه لا بالمزهر لا والو، يعني رايحين نستعملوه هكذاك ناشف.
دوك تشوفوها معايا. لهنا شوفوا لاباط فيلو كيف راهي مقطعه في الوسط، ديجا راهي مواسيه، ما قدرتش نقطعها كامل. لهنا شوفوا قطعت الكاريات كيما شفتوا هكذا، وقطعت لهادوما شرائح طوال، يعني بالطول تاعها ديروا واحد 5 سنتيمتر هكذاك العرض هذا مكان. وشوفوا ديروا كميه من الحشو كيما هكذا صامصه، يعني ما كاش اللي ما يعرفش يشكلها. الطريقه راهي واضحه قدامكم. انا ما وزنتش، ما نكذبش عليكم، لانه هذه استعملتها لينا برك. ويعني الا كنتوا تخدموها للمشاريع كما قلت لكم ديروا 10 غرام في الحشو. هذا ما كان في كامل اللي شفتوهم، ديروا 10 غرام يساعدكم ويخرج لكم الكميه تكون لاباس بها. حبيتوا ديروهم كبار ليكم ولا زيدوا حتى 15 غرام، هذاك ماشي مشكل. انا استعملت عيني ميزاني، ما وزنتش، ما نكذبش عليكم. وش نعطيتكم فكره على الحشو وشحال لازم توزنوه الا حبيتوهم يعني للمشاريع، ولا حبيتوا الوصفه يعني بالضبط شحال درت في الحشو. وهادو الشرائح كما قلت لكم قطعوهم على عرض 5 سنتيمتر، الطول ديالهم كما هما لهذيك لاباط فيلو. وخدموا الصامصه تاعكم كامل كما راكم تشوفوا هكذا. شوفوا راهي مقطعه كامل مفتته هكذاك، وسلكت راسي يعني درت حبات. وشنو ما كثرتش معكم في لا فيديو لانه هبلوني صدقوني بزاف باش يعني خرجت حبات كيما هكذا، يعني مزيان. وريت لكم حبات برك يعني خرجوا ملاح، شاركتهم معكم. هاد الزوائد كيما راكم تشوفوا لهنا قصوهم بالمقص كيما راني ندير انا. وهذيك اللي راني نلصق بها كيما قلت لكم الماء وفارينه، مغرفه تاع فارينه درت لها شويه تاع الماء، يعني حتى نتحصل على قوام يكون شويه يعني سائل وثقيل شويه يعني باش يلصق لي. لصقوا به بهذه الطريقه، ماشي راح تفتح معكم في القليان كامل. لهنا شوفوا هذاك السيجار راح نخدم معكم غير هاد الحبه، لانه صدقوني بالسيف باش خرجت حبات. لا غالب كيما راكم تشوفوا دوك تشوفوها معايا. شوفوا درت شويه هذيك لاكول تاع الفارينه والماء من التحت باش كي نكمل تلصق لي. درت الحشو يعني ديروه صغير شويه على الكاري ديالكم، وروليو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. يعني لازم تغلقوا في الاطراف من باش في الطياب الزيت ما تحرق لناش الحشو الدخلاني، وتانيك ما يتفتحش معانا. روليوهم كامل بهذه الطريقه. انا درت معكم غير وحده لانه الله غالب ما قدرتش نديرهم لاباط فيلو ديالي كانت كامل تتفتت. شوفوا لهنا راهي تبان معكم كيفاش راهي مقطعه وراهي تتفتت وحدها على هذيك بالسيف باش خرجت هاد الاشكال. على هذيك نصحتكم باش تشروها تكون جديده. شوفوا لهنا ستفتهم كيما راهم فوق بعضهم بعض. ندهن الورقه الفوقانيه كامل مليح بهذاك هنا باش نقول لكم درت شويه سمن مع شويه زيت، يعني نص سمن مدينه ونص زيت. ندهنوا الورقه الفوقانيه كامل ونرشوا كميه من هذاك الكاوكاو. هي نورمالمون ندير ورقه كامله نحربشها حتى الاخير. وانا كي راهي مقطعه عرفت بلي مانيش راح نكمل يعني الوحده كامله، قلت نديرهم في النص بك ونقطع الورقات على زوج. شوفوا حكمت زوج ورقات مع بعض وروليتهم كيما راكم تشوفوا. لهنا شوفوا كيفاش راهي تفتت على هذيك قسمتها على زوج يعني وخرجت يعني كميه لاباس بها. نتوما الا كانت صحيحه الباط فيلو ديالكم ديروا الحربوش حتى للنهايه، يعني حربوش واحد تكملوا زوج ورقات كاملين. شوفوا لهنا راني نرش فيها هذاك الكاوكاو كيما هكذا، يعني ديروا كميه برك ونحكموا زوج ورقات مع بعض ونروليو كيما هكذا. شوفوا بالسيف قلت لكم باش خرجت هذه الكميه تاع هذه المعسله على هذيك. يعني انا مهم لحقت لكم الفكره وقلت لكم كيفاش تستعملوا كيفاش ديروا. نتوما برك شرو لاباط فيلو تكون مليحه جديده، يعني تاكدوا منها بلي ما راهيش كونجلي. وفي الاخر شوفوا كي استفتهم في السنيوه دهنتهم كامل من الفوق بهذاك الزيت والسمن وقطعتهم كيما هكذا على 4 بهذا الشكل. يعني نتوما شحال تحبوا القيس ديالهم. لهنا بعد ما كملتهم هام ليك قدامكم شوفوا هذاك السيجار بالسيف باش خرجت هذوك الحبات. لهنا نجيو نقليو. درت الزيت على نار متوسطه كي تسخن مليح، بديت نقلي فيه هذوك المحنشات كيما راكم تشوفوا. شوفوا هذاك الكيوردون يساعدنا باش نرفدوهم وتانيك باش ما يتفتحوش معنا كي يكونوا نقليو فيهم. رايحه نقليهم كامل. دوك نقول لكم على حاجه برك باش تحصلوا على يعني معسلات تكون حاجه مليحه باش ما يتحرقوش معكم وحده ما يجيكمش يابسين، والحشو الدخلاني تانيك ما يبسش معكم ما يجيكمش يعني يابس حجره، ولا يعني ما يتحرقش كامل في الزيت. كي تشوفوهم شويه برك ولاو شويه دوغي ماشي تحمروهم مليح مليح ما يبانوا لكمش زعما كي تشوفوهم محمرين وهي في القليان. لا لا، هما كي تنحيوهم وتعسلوهم اللي راح يعطيو هذيك التحميره اللي شفتوها في بدايه لا فيديو. دوك تشوفوا لهنا كيفاش راح نحيوهم يتحمروا غير شويه برك كيما على بالكم لاباط فيلو ولا الديول يعني ما فيهم الروح بالخف، غير يقيسهم الزيت غير شويه رايحين يطيبوا ويتقرقشوا معانا. وما تخافوش تقولوا زعما نحمروهم مليح باش يجيو مقرمشين، لا لا رايحين يجيو مقرمشين ويجيو ما شاء الله بهالحشو برك ما يتحرقش
شوفوا كيفاش نحيتهم انا، يعني يتحمروا غير شويه كيما راكم تشوفوا هكذا. نحيوهم ورميوهم في وسط العسل باش نقول لكم بعد ما برد لي انا كنت دفيته شويه. يعني كيما هذه المحنشه تقدروا تعسلوها في عسل بارد نورمال، بصح هذوك المعسلات الاخرين اللي خدمناهم بلا بات فيلو، كيما على بالكم لا بات فيلو شويه رهيفه بزاف يعني، ولا عسلتوهم في عسل يكون بارد يقدروا يتكسروا كامل معكم. على هذيك ننصحكم باش تدفيو العسل ديالكم يكون شويه تياد، يعني دافي شويه، وعسلوا فيه هذوك المعسلات اللي خدمناهم بلا بات فيلو. هذا واش ننصحكم. لهنا كما شفتوا بعد ما كملت قليت هذيك المحنشه رميتها في العسل، راهي تتعسل مليح. نخليوها في وسط العسل يعني مده لا باس بها باش يجيونا معسلين القلب، ويعني تشربوا حقهم مليح. قد ما خليتوهم قد ما مليح. تقدروا تقسموا العسل ديالكم في 3 صحون ولا 4 هكذا دي ريسيبيون، وديروا كل حاجه وحدها تتعسل. يعني انا ما كنتوش تعرفوا ماشي موالفين يعني بهذه الخدمه تاع المعسلات وكامل، ننصحكم كل حاجه تعسلوها وحدها يعني باش ما يتكسروش معاكم. لهنا راني ندير في الصامصه كما راكم تشوفوا. تانيك حبيت نوريكم برك اللون اللي نقليهم ونحيهم به، يعني ما تخلوهمش يتحمروا كامل كما قلت لكم. يعني هذه خذوها بعين الاعتبار، هذه نصيحه من النصائح باش تنجحوا في المعسلات تاعكم. يعني ما تخليوهمش يتحمروا معكم بزاف، راح يجيكم الحشو يابس، يعني يجيكم يابسين حجره. شوفوا اللون اللي نحيتهم، يعني يتحمروا غير شويه برك، ومن بعد كي نعسلوهم ياخذوا التحميره تاع هذاك العسل، راح يجيكم اللون تاعهم هذاك هو. لهنا نحي الصامصه ديالي تاني كنقطرها مليح ونرميها في العسل كما راكم تشوفوا. صدقوني جاو واحد المعسلات يعني ما شاء الله ماميله ما درتوهمش كمشاريع. تقدروا تخدموا كميه قبل رمضان. دوك نقول لكم على حاجه تانيك، تقدروا تخدموا كميه كيما اللي خدمتها انا دركا لرمضان، وتخبيهم في دي بواط كي يبردوا مليح، تخبيهم في دي بواط وديرهم في الكونجيلاتور، وكل يومين 3 ايام كي تسحقوا تجبدوا. ديروا في بالكم بلي راح يقعدوا هما مقرمشين، القوام تاعهم هو معسلين. تقول هذاك وين طيبتوهم. يعني هذه نصيحه باش ما تبقاوش كل يوم تقليو كل يوم توجدوا معسلات، ولا كانوا جايينكم ضياف في رمضان ولا حاجه هكذا تحبوا يعني تحضروا وما يكونش عندكم الوقت مع الطياب كامل. ننصحكم هادو وجدوهم على البكري وحطوهم في الكونجيلاتور، ونهار اللي تسحقوهم تجبدوهم. قلت لكم يقعدوا هما كيما اللي يخدموهم تاني المشاريع. تقدروا تاني تخدموهم وديروهم في الكونجيلاتور، ووقت ما جاكم وقت البيع تجبدوهم وتبيعوهم. يعني هذه نصيحه من عندي وجربوها، على بالي بلي راح تخرجوا فيها. لهنا شوفوا كملت قليت كامل المعسلات ديالي. هذيك اللي درتها في السنيوه دخلتها للفرطابط، راكم شفتوا بعد ما جبتها وعسلتها. ولا هنا لحقت لنهايه لا فيديو. هادو هما المعسلات ديالي بعد ما وجدوا، يعني حطيتهم بهذه الطريقه، يعني قدمتهم لكم بهذه الطريقه باش تشوفوهم كامل مع بعض. صدقوني جات كل وحده تنسي في اختها، طراوه قرماشه بنه الحشو معسل ما شاء الله. يعني هذه على ضمانتي. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم واستفدتوا منها لو كان شويه. يعني ماشي شرط تكونوا تخدموا المعسلات، بصح تقدروا تدوا يعني نصائح هكذا ما تعرفوهمش. لهنا بعد ما قلت لكم كملتهم كامل راح نوري لكم حاجه برك كيفاش يعني لهنا عفوا راح نوري لكم القوام ديالهم كيفاش طابوا. شوفوا يتقسموا وحدهم الحشو، شوفوا كيفاش طري ماشي محروق لداخل، بقى اللون تاعو هو. علاش قلت لكم ما تحرقوهمش في القلي، يعني الا حرقتوهم الحشو ديالكم راح يولي يبان حمر، يعني يبان محروق. هذيك تاع الحربوش اللي وريتها لكم درناها في السنيوه على شكل بقلاوه تركيه. هذه الصامصه تاني شوفوا كيفاش راهي معسله. لهنا راهم بردوا ما راهمش سخونين، يعني مع التصوير كامل على بالكم بلي نستغرق مده طويله باش نقدر نكمل معكم لا فيديو. لهنا هذاك السيجار تاني قسمته باش تشوفوا الحشو لداخل، يعني كامل الحشو ديالهم ما شاء الله ما تحرق ما والو. واللون كيما راكم تشوفوا اللون تاعهم ما شاء الله يشهي. والقرمشه ما عندي ما نقول لكم. لهنا هذيك المحنشه تاني هاي اللي قسمتها معكم، يعني قسمت لكم من كل حاجه حبه. شوفوا يا البنات لهنا راني نزرب باش ندير معكم هاد لا فيديو، راني صايمه وراهو قريب يأذن المغرب. على هذيك اللي لا اخطات معكم ولا غلط في حاجه ولا سامحوني، الله غالب ما قدرتش نكوبي. وتاني كراني مريضه راكم تسمعوا في لافوا ديالي غير بريد، قلت نشارك معكم هاد لا فيديو على بالي بلي بطيت عليكم. لهنا شوفوا هادو لي بواط اللي يعني تخدموا بهم المشاريع، وريتهم لكم ودوك نوريكم في النهايه بعد ما درتهم في هادوك لي بواط كيفاش يجيو. ما بقى لي غير نقول لكم يا البنات ما تنساونيش بالجام بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم صحابكم باش تعمل فائده، واستنوني في وصفات اخرى باذن الله. والسلام حبيبتي، سلام.